الهزيمة ممكن تكسر جيش، لكن ما بتكسرش روح بتدور على استعادة كرامتها. صلي على النبي واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. منذ زمن بعيد، قبل حتى ما آمون يمسك الحكم، كانت في حرب جبارة بين الفراعنة والجن. كان الملك وقتها هو رع، ملك قوي ومحارب شرس، محدش كان بيقدر يقف قدامه. في الحرب دي جيوش الجن اتهزمت هزيمة ساحقة، هزيمة مذلة فضلت محفورة تلخهم. الملك رع مش بس هزمهم، ده أهانهم وأجبر ملوكهم على الخضوع لشروطه. الهزيمة دي فضلت زي الجرح اللي بينزف في قلب كل فرد من قبائل الجن، والأجيال طويلة كانوا عايشين في الظل، بيخططوا في صمت، بيستنوا اللحظة المناسبة. كانوا عارفين إن مواجهة مباشرة تانية مع قوة الفراعنة هتكون انتحار، فبدأوا يدبروا الخطة مختلفة، خطة بتعتمد على الصبر والذكاء مش القوة الغاشمة. اجتمع حكماء الجن وقرروا إنهم لازم يلاقوا نقطة ضعف الفراعنة الحقيقية، مش في جيشهم ولا في كنوزهم، لكن في أساس قوتهم، في أسرارهم القديمة. بدأوا يبعتوا جواسيسهم مش عشان يحاربوا، لكن عشان يتعلموا لغة الفراعنة، يفكوا رموز كتاباتهم، ويفهموا مصادر قوتهم الخفية.